السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايبه لكم فطاير سهلة ولذيذة من كوبايتين دقيق بس موجودين عندك في البيت. هتعملي احلى صينية فطاير تريحك من الفطار ومن العشاء. الاولاد ياخدوها المدرسة او يفطروا بيها الصبح، او تعمليها بالليل كده في الجو البرد مع كوباية نسكافيه او سحلب زي ما تحبي. الفطاير من جوه هشة وقطنية وجميلة وممتازة. هتجربيها ان شاء الله هتطلع معاكي جميلة جدا. هنشوف المقادير. هنجيب بولة نحط فيها كوباية من الحليب الدافي، ومعلقة من السكر، ومعلقة كبيرة من عسل النحل، او معلقة من الحليب المكثف المحلى المتوفر عندك حطيه، ومعلقة كبيرة من الخميرة. وهنقلبهم كويس كده مع بعض ونسيبهم لحد ما الخميرة تتفاعل. وهننزل عليهم ببيضة. طبعا بنحط البيض عشان نخلي الفطاير قيمة غذائية عالية. وهنحط لها رشة من الفانيليا ورشة من الملح، ونقلب كويس كده المقادير السايلة مع بعض. وبعدين هننزل بكوبايتين من الدقيق. انزلي الدقيق بشويه بشويه. هنحتاج كوبايتين ونص. نص كوبايه حطيها على جنب. لو العجينه بقت كويسه بالكوبايتين خلاص. احتاجتي نص كوبايه ضيفيهم، ما احتاجتيهوش خلاص. بعدين هنحط معلقه من الزبده ونعجنها كويس بالزبده لحد ما تلم. ونغطيها ونسيبها على جنب تخمر ويتضاعف حجمها. في الجو البرد هتاخد من 3/4 ساعه لساعه. وبعدين هنجيب بوله تانية وهنجيب بقى الخليط اللي احنا هندهن بيه الفطاير بعد ما تطلع من الفرن. معلقه زبده او مكعب زبدة، وهننزل عليه بمعلقة كبيرة من عسل النحل او معلقة من الحليب المكثف المحلى، ونفركهم كده مع بعض بالفرشة. ونجيب بقى الصينية بتاعتنا ونفرد فيها ورقة زبدة وندهنها بالزبدة. ونبدأ نقطع العجين بتاعنا كده ونشكله على شكل كور. كل كرة تكون قد التانية. بعدين هنجيب بقى البلانشة بتاعتنا او اي حاجة بتاع المطبخ، هنفرد عليها كده رشة دقيق ونفرد العجين بتاعنا ونلفه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده على شكل مستطيل. وبعدين بالطول كده هنلفها عشان تديلك شكل ضفيرة. ممكن تكوريها زي ما هي كور كده وتعمليها خلية نحل، او تعمليها بالشكل وبالطريقة اللي احنا بنعملها دي. هنعملها ضفيرة، والضفيرة هنلفها حوالين نفسها كده، وكل الكور هنعملها بالشكل ده. وهنرصها بقى في الصينية بتاعتنا. حابة الشكل ده اعمليه، عايزة تريحي بقى نفسك من اللفة دي واعمليها كور خلية النحل ورصيها كده في الصينية. وبعدين هنسيبها تخمر للمرة التانية لحد ما تتضاعف حجمها وتملى الصينية. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد معاكي 3/4 ساعة في الفرن لحد ما تحمر كده وتبقى جميلة. هندهنها بخليط الزبدة والعسل النحل او الحليب المكثف المحلى اللي احنا عملناه. وبعدين هنغطيها علشان تبرد وتفضل طرية. ادهنيها وغطيها على طول عشان تعرق كده وتبرد وتبقى طرية. وبألف هنا. جربي الوصفة، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وقوليلي رأيك في التعليقات. وسلام عليكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. في امان الله.